السلام عليكم ورحمة الله. عندك عزومة، عندك حفلة، عندك عيد ميلاد، ما تيأسيش. الشيف منصور جاب لك أسهل طريقة لعمل الفخدة الضاني والزند الضاني والرز البسمتي البرياني على ابوه واتنين طاجن ورق عنب بنص كيلو ورق عنب بس، ولا البطايه القمر. وما قلنا البطايه لوحدها جنبها شويه حمام محترمين، شغل بقى فلاحي وشغل محترم وتست يخطف العقل. ودي الطريقه الاصليه. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، ونكمل الوصفه للاخر عشان خاطر فيها اسرار وفيها تريكات. ونبدا الوصفه على بركه الله. طبعا وبنستمر في التقليب اهو كده. البصله اهم حاجه في الحمام يا جماعه، ان البصله لازم تكرمل كده. وطبعا هننزل بالرز بتاعنا. الرز مغسول ومنقوع قبلها بنص ساعه، وبنبتدي بقى نحمر الرز كويس جدا. وبعد ما يديني الخروشه بتاعه المقصوصه او المعلقه نبتدي ننزل بالبيوم بتاعنا. وده يا حضرات اللون اللي احنا عايزينه. هننزل باربع فصوص حبهان، معلقه فلفل اسمر كبيره، معلقه صغيره جوز الطيب مطحون. بسم الله حبيبي يا رسول الله. اهو نزلنا بالبيوم بتاعنا وبنديله تقليبه. وده هيبقى نص سوا، مش هيستوي سوا كامل عشان هيكمل سواه مع الحمام بتاعنا. الرز بتاعنا كده استوى، لازم يبقى فيه تكايه صغيره، وهنسيبه يبرد وهنحشي بيه الحمام على بركه بتاع الحمام بتاعنا. حطينا كزرورة على النار فيها ملح وفلفل، ونزلنا فيها الكبده مع عصره ليمون الكبده والقنصه. وبعد كده يا حضرات هنعمل عمليه صدمه ليهم عشان تخرج الزفاره بتاعتهم. ومش هنسلقهم سلق كامل، لا ده انا باخدهم صدمه كده عشان تخرج الزفاره وعشان نركبهم في الحمام واحنا بنحشي على بركه حضرات. الرز بتاعنا اهو بعد ما برد بيبقى 3/4 سوا. وادي الكبد والقوانص بتاعه الحمام خدناها فلانشيه مع ملح وفلفل وبشره جوز الطيب. الحمام بتاعنا بقى اهو حضراتكم اهو. لما نروح عند الفرارجي لازم نقول له حمام هيتحشي عشان ما يقطعش الزور ده، ان الزور ده مهم جدا. وبعد كده بنمشي احنا ايدينا كده من تحت الجلد وتحت اللحم كده لحد ما صباعنا يخش جوه كده، ونبتدي ايه دي عمليه حاجه اسمها بنورق الحمام. طبعا بعد ما نضيف كده وزي ما حضراتكم شايفين بنجيب احنا الملح والفلفل والتوابل والبهارات، بنعمل له عمليه ايه مساج كده من جوه. بعد كده بنيجي على الحشو بتاعنا نقول بسم الله وبنحشي كده، وما بنحشيش جامد عشان الرز ده هيستوي تاني. اول ما مالينا هنا خلاص الحمد لله اهو بنعمل عمليه التوريق دي من فوق اهو. بندخل كده بصبعنا بالراحه قوي، ونخلي بالنا لا الزور يتقطع او الجلده دي تتقطع، ان هو ده اللي هيديني شكل الحمام الجامبو والشكل الجميل قوي. بعد كده بنمشي بايدينا بالراحه لحد ما نوصل الحشو لحد الحصاله من جوه كده ولحد الرقبه اهو اهو اهو. ادي فرد الحمام اهو. بنبتدي نمشي مع الحمام كده اهو خطوه بخطوه اهو، ننزل كده اهو اهو زي ما حضرتك شايفه اهو. بيبقى الحشو بتاعي من فوق ما يبقاش مليان قوي، بيبقى بالشكل ده كده. بنيجي هنا نفضي من هنا شويه بالراحه، وبنجيب الكبد والقوانص بتاعتنا بتاعه الحمامه. ادي قطعه الكبده بتاع الحمامه اهو، وادي قطعه القنصه بتاعتها اهو زي ما حضرتك شايفه يا ست الكل اهو. طب احنا عايزين نقفل بقى اهو. ادي الحمام بنجيب احنا الجنح ده اهو، ناخد الجنح ده في الظهر كده اهو عشان ما يضربلناش التانيه، ونبقى نروح كاسرين العضميه سنه كده. وادي التانيه بنكسرها سنه وما بنخلصهاش خالص، بتبقى فيها الجلد بتاعها اهو. وبعدين بنروح مدخلينها كده من الخلف ونبتدي نعملها نقفله بالطريقه القمر دي. في ناس تقول لك انا بخيطه يا شيف، انا بعمله، كل ده ما يمشي. بس طبعا الموضوع لما بيبقى على اصوله بيبقى فرد الحمام كده بسم الله ما شاء الله قمر من فوق ومن تحت. ونكمل مع بعض الكميه وهنوريكم ازاي هنسلقه. والحصله دي من المهم جدا تكون موجوده ومش مقطوعه، ولما تتملي ما تتمليش جامد عشان ما يتنفخش معانا ويتفرتك. وكده هنكمل مع بعض الكميه القمر. زي ما حضراتكم شايفين انتهينا من حشو القمر. واهم حاجه نمشي مع خطوات الفيديو للاخر عشان في تريكات وفي اسرار وازاي هنسويه وازاي هنحمره. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ويشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد والكل يستفيد. ودرات هنسلق الحمام هنا اهو. هنا معايا حبهان
معايا جوز الطيب مبشوره، 7 بهارات، فلفل اسمر حصى، قرفه، كمون، والملح لما يخش على سوا هنديله الملح بتاعه. اول ما الميه دي بتاعنا تغلي هتبقى البيون هنسقط فيها الحمام على طول. بسم الله حبيبي يا رسول الله. واول ما الميه غليت معانا كده طبعا لفينا الحمام بالاسترتش رول كده عشان الضفر ده ممكن يضرب في قلب الصدر يبوظه ويفتحه، فاحنا بنأمن نفسنا على قد ما نقدر. ولو طلع من الفرن زي ما حضراتكم شايفين انا مش عايز اقليه في الزيت وابوظ طعمه، عايز احتفظ بالطعم بتاعه، فجبنا هنا معلقتين صلصه على حبايه طماطم مبشوره، ملح وفلفل وسنه توم بودره، بصل بودره، نص معلقه زيت او معلقه زيت، وببتدي اجلس بقى الحمام كده عشان اوديه الفرن يديني الشكل القمر. ندخله الفرن على درجه عاليه او نحطه تحت الشوايه، مجرد ما ياخد لون خلاص على كده استوى، وانتظروا مع بعض السوا على بركه الله. وطبعا عشان نسلق الفخده الضاني والزند الضاني اللي معانا النهارده لازما حطيت هنا في الحله بتاعتي ميه، فلفل اسمر، بصل، حبهان، ورق الغار. قالوا يا جماعه هيغلي مع بعض وهسقط فيه اللحمه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله حبيبي يا رسول الله اهو. طب احنا هنسلق ليه النهارده؟ النهارده انا عايز البيون بتاع اللحمه دي هعمل بيها الرز بتاعي الجميل، رز البسمتي هنعمله على طريقه البرياني وهيعجب حضراتكم. خلطنا الكتف والزند من البيون. طبعا عملنا الخلطه السحريه دي بتاعتنا، جبنا عصير طماطم فريش مع معلقتين صلصه بوريه مع زبده. القطع دي يا جماعه زبده صفرة، وبنجلس ده كله كده ونشبعه زي ما حضراتكم شايفين مع التوابل بتاعتنا، الملح والفلفل وجوز الطيب والبهارات اللحمه، وجلسنا وعملنا مساج للقمر ده كله. بعد كده هتخش معانا الفرن تحت الشوايه تاخد لون وهنغرفها قدام حضراتكم على بركه الله. وادي حضرات الرز بتاعنا البيون بتاع فخده الضاني خدناه وظبطنا تيستو وادينا عليه الليم والحبهان واللورا، وبعد كده نقعنا الرز بتاعنا ونزلنا. اول ما ابتدى يغلي نزلنا كيلو الرز بياخد 2 ميه، يعني دولت 2 كيلو رز 4 كيلو ميه، وبعد ما يغلي نوطي عليه النار وهتلاقوا احلى رز برياني في الدنيا. وكده الرز فتحنا عليه بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه بيتعدي بالواحده ازاي اهو اهو كده. خلاص رزنا استوى وان شاء الله هيشرب بس بق البخار اللي فيه ده وهنغرفه قدام حضراتكم. وزي ما حضراتكم شايفين غرفنا الفخد الضاني دي كتف وفخده، عملناها مع الرز البرياني المحترم، واحنا طبعا اتعمل بالطريقه الاصليه بتاعته، ودي لحمه دايبه دوب، وعملنا 2 طاجن ورق عنب زي ما حضراتكم شايفين. وتعالوا بقى شوفوا القنبله دي، البط مع الحمام محشي رز والبط محشي حمام زي ما حضراتكم شايفين. وان شاء الله يا رب تمشوا مع خطوات الفيديو والوصفه تعجب حضراتكم. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، واي حد عنده عزومه لو عمل خطوات الشغلانه اللي احنا عملناها هتطلع منه الشغل قمر. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.